بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معانا بقى النهاردة حتة الفرخة المسكينة دي اللي هتتدمر في آخر الأكلة. عايزين بقى نتبلها تتبيلة حلوة كده ونشويها. حطينا في الكبة بصلاية واتنين من حبايتين من الطماطم، وحطينا مرقة ماجي، وحطينا ربع معلقة من الملح، ونص معلقة من الكاري، ونص معلقة من بهارات الفراخ. وهنا كنا فرمنا وليمونتين وعصير ليمونتين، وفرمنا بقى كل ده في الكبة ونزلنا بيه على التتبيلة. نعمل لها بقى حبة مساج حلوين كده بقى، ندلعها، ما احنا اللي هناكلها. ندلعها بقى كده وندخل التتبيلة كلها فيها كده. واهم حاجة نكون ايه يعني مشرحين الصدر والورك والكلام دوت بالسكينة بعد ما نغسلها، وتتغسل جامد جدا بالملح والليمون والدقيق، وتتنقع في محلول كده وايه وتبقى نظيفة. تمام. بعد كده بقى اتبلها بالتتبيله اللي احنا شايفينها ديت، وبسيبها بقى. ممكن اكون عاملاها من قبلها بيوم او حاجه، علشان ايه التتبيله تشرب منها، ولما تيجي تستوي على الفحم ما تبقاش نيه، وتبقى مستويه وجميله. ونشوف بقى هنعمل جنبها كام طبق كده حلوين يحلوا الاكله بتاعتنا. معانا بقى ايه طبق خضار النهارده كده، هنعمله خضار سوتيه تحفه وخفيف وجميل قوي. معانا بقى بسله، ومعانا ادي الفرخه بقى اللي كنا متبلينها، ومعانا بطاطس وكوسه وجزر وبصل متقطع صغير، وفلفل الوان. يعني مادام بنشوف الفلفل الالوان ده يعني ايه حاجه كده ايه تفرح الاكله. تمام. يبقى البسلة والجزر والكوسة والبطاطس، ومعانا مكعب من مرقة الخضار، والفلفل الألوان والبصل. تمام. نجيب بقى ايه صينية كده حاطين فيها معلقة من السمنة، ننزل بالبصلاية الصغيرة المتقطعة، هنشوحها شوية مع الجزر. انا بحط الجزر الاول لان الجزر هو اللي بياخد سوا مع الايه عن باقي الخضار كله يعني. هنشوح شوية البصلاية، وبعد كده ننزل بايه بالجزر معاها. تمام. يلا ما تنسوش بقى اللايك، علشان ايه القناة كده تعلى بيكم وتكبر بيكم ان شاء الله. تمام. ننزل بقى بالفلفل الالوان، ومادام شفنا الفلفل الالوان يعني حطي لايك، وما تنسيش الاشتراك. سامعيني؟ يلا حبايبي الحلوين، شوحنا البصل والفلفل والجزر، شوحناهم تشويحه حلوه. هنزل بقى على طول بالبسله، لان هي اكتر حاجه برضو بتاخد سوا. بسوي دول، بقلب دول كده كلهم مع بعضيهم. تمام. كل ده النار عندي نار هاديه جدا. كل ده بشوحه الاول مع بعض، عشان ده اللي بياخد سوا شويه عن البطاطس والكوسه. وبسيبهم ايه يعني لحد ما يبقوا نص سوا كده، وبعد كده بنزل بقى بالايه بالكوسة والبطاطس. هنغطي عليهم بقى ونحاول نعمل حاجة تانية، نعمل شوية رز بشعرية بقى حلوين كده. نجيب حلة فيها معلقة كبيرة من السمنة، وننزل بربع كيس شعرية اهو. هنا احنا كنا مغطيين الخضار السوتيه. تمام. هننزل بقى بالشعرية، ونكون غاسلين الرز، ونحمر الشعرية، ونرجع نكمل بقية وصفتنا. الشعرية بتاعتنا اتحمرت وخدت لون ذهبي كده وجميل. غسلنا الرز ونزلنا بيه، ونسقي طبعا الرز بتاعنا بالمية، ونحط الملح بتاعنا المظبوط زي ما احنا عايزين. تمام. يدوب الرز يغلي نوطي عليه خالص، علشان ايه يبقى مفلفل وحلو، ونشوحه شوية كده ايه بالسمنة قبل ما نحط المية زي ما احنا شايفين كده. ايه رأيكم؟ وهنا كنا مولعين فحماية علشان خاطر نولع الشواية الفحم، عشان نشوي ايه الغلبانة المسكينة بتاعتنا الفرخة الجميلة. تمام. وهنا اهو الخضار متغطي. بعد ما نخلص بقى الرز ونسقيه، هننزل ببقية الخضار بتاعنا. هنا بقى سقينا الرز بتاعنا، وظبطنا الملح بتاعنا اهو. ونغطي بقى عليه لحد ما يغلي. واول ما يتشرب الميه بتاعته او الشوربه بتاعته، على حسب ما انت عاملاه بميه او شوربه، نوطي عليه خالص ونسيبه بقى ايه لحد ما يشرب ميه. هنا كان الرز خلاص شرب ميته اهو، هنوطي عليه. وهنا كانت الخضار بتاعنا زي ما احنا قلنا خد نص سوا اهو. هننزل بقى بباقي الحاجة، هننزل بالكوسة وننزل بالبطاطس. وما ننساش ان احنا طبعا سر اكلتنا النهاردة واللي هيديها طعم جميل قوي، النص المكعب مرقة الخضروات. وهنا التوابل بتاعتي ما بتبقاش اللي هم حاجتين بس، شوية ملح وشوية فلفل. تمام. هننزل اهو بالفلفل زي ما احنا شايفين، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وربع معلقة صغيرة من الملح، لان احنا طبعا حاطين مرقة خضروات. تمام.
بس كده. هنقلب بقى الخضار ده كله مع بعضه، وهنغطيه برضو شوية لحد ما يكمل سواه. ولو احتاج مية احنا بنحط حبة بسيط قوي، يعني حاجة بحاجة، يعني ربع في ربع كده، لان احنا بنغطي عليه فبيستوي بالبخار. هنا بقى الفرخة بتشوي على الفحم، هنخلصها وبعد كده بقى نشوف شكل اكلنا هيبقى عامل ازاي. هنا بقى كان الاكل بتاعنا خلص، كنا عاملين شويه سلطه خضرة كده حلوه، وعاملين بقى ايه شايفين، مش عارفه حاطه رجلي على رجلي ليه، يعني مش عارفه زعلانه دي ولا ايه، مع انها هتتدغدغ يعني. بس مش مشكله اهو. بصوا هنا كانت مستويه وجميله ازاي، والتتبيله تحفه، لان طبعا كل ما بتتبليها قبلها بتبقى جميله. تمام. وهنا كنا عاملين بقى شويه اهي، بصوا سخنه مولعه بس بوريكم برضو، مش اشكال. يلا. وهنا بقى شويه الخضار الحلوين دول السوتيه، وعاملين شويه سلطه. يلا بقى اللايك والاشتراك، ومع السلامه.